أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا البث المباشر للرد على الصهيوني الفاسد الفاجر المدعو محمد الفايد. نعم، كما قرأتم في العنوان، لن نترك هذا الصهيوني الفاسد يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضل المسلمين. سنرد على هذا الشخص وسنفضح هذا الشخص ومخططات هذا الشخص التي يحاول بها التغطية على جرائم الاحتلال الصهيوني في هذا الوقت الذي يقتل فيه آلاف المسلمين في قطاع غزة بقنابل الحقد الصهيونية الممولة من أمريكا. هذا المجرم الفاسد الفاجر يخرج ويتهم تيار من المسلمين يختلف معه فكريا بأنهم هم الذين يفسدون في الأرض ويقومون بالإرهاب في جميع أنحاء الأرض، ولم ينطق بكلمة واحدة عن الصهاينة. لم يتكلم عن الإرهاب الصهيوني منذ 3 أشهر. منذ 3 أشهر توقف محمد الفايد عن البث المباشر حول التغذية، وبدأ في الطعن في الإسلام والتشكيك في أحكام الإسلام. والله يا جماعة، اللي خلاني طلعت في هذا الوقت المتأخر ربما لبعض الناس هذا توقيت متأخر، إني أنا شفت فيديو عجيب وغريب لهذا الكائن، لا أستطيع أن أقول هذا الإنسان، وهو بالمناسبة يقول نحن أشباه الإنسان. هتسمعوه بعد شوية. هو يصف العرب والمسلمين بأنهم أشباه الإنسان ولا لم يصلوا إلى حد الإنسان، بينما الغرب الكافر الفاجر هم أصحاب الإنسانية وهم أصحاب الأخلاق وكل شيء. وهذا يتوافق ويتماشى مع الرواية الصهيونية التي جعلت أهل غزة المسلمين جعلتهم مثل الحيوانات كما وصفهم وزير الدفاع الصهيوني. الفيديو اللي أنا شفته، طبعا أنا مش عاوز أشوق الناس أكثر من ذلك، اسمعوا ماذا قال هذا الصهيوني الفاجر الفاسد وسنحلل هذا الكلام. نحن قلنا بأن يجب أن ينتهي هذا الطاغوت السلفي لأنه خرب الدين، ولأنه شوه الإسلام وشوه المسلمين، ولأنه هو الآن الذي بقي على وجه الأرض يفسد ويقتل وينشر الرعب والإرهاب يعني في العالم فقط، فهو اللي بقى. تخيلوا هذا الكلام يقال في هذا التوقيت. نحن لا نتكلم عن فيديو قديم، هذا الفيديو منذ 5 أيام فقط، لدرجة أني لما وصلني هذا الفيديو دخلت للتحقق هل قال هذا الكلام في هذا الوقت بالذات اللي كل العالم يتحدث عن أكثر الحروب دموية. هذا هو أكثر الحروب دمارا في القرن 21. هذا ليس كلامي، هذه قناة الحرة، القناة الممولة أمريكيا، هذه صحيفة الشرق الأوسط، هذه موقع فرنسا 24. الدمار الهائل في غزة لم يشهد له العالم مثيلا خلال القرن 21. هذا أيضا الواشنطن بوست تقول إن الجرائم التي ارتكبت في غزة لم يسبق أن حدثت في القرن الماضي، حتى في الرقة والموصل وفي دير الزور والأماكن التي قصفها التحالف الدولي اللي كان عبارة عن تقريبا 50 دولة أو 40 دولة. ثم يخرج هذا الفاسد الصهيوني الفاجر ويقول إن السلفية، طبعا أنت اختلف كما تشاء. بالمناسبة يا جماعة، محمد الفايد عندك مشكلة أو عنده مشكلة مع السلفيين فكريا، يختلف معهم ما يشاء، هو حر، وهم يردوا عليه وما يزعلش منهم. هم الآن هو يقول عنهم طواغيت وكذا، ما يزعلش لما يقولوا عنه بقى زنديق ودجال وفاسد وكذا. يقول التيار السلفي هو الوحيد الذي بقي على وجه الأرض يفسد ويقتل وينشر الرعب والإرهاب في العالم، فقط هو الذي تبقى. اسمعوا يا جماعة تاني، والله هسمعكم تاني، شوفوا هذا. هو الآن الذي بقي على وجه الأرض يفسد ويقتل وينشر الرعب والإرهاب يعني في العالم فقط، فهو اللي بقى. مين يا جماعة يقول هذا الكلام في هذا التوقيت؟ لو قال هذا الكلام في أحداث معينة في توقيت معين ربما أنا لا أقول كلام صح ولكن يقبل، لكن في هذا الوقت الذي
نرى فيه قنابل الحقد. يعني جماعة ما أقدرش أعرض المشاهد، العمارات اللي بتسقط على رؤوس أهل غزة، النساء والأطفال، الأطفال الرضع اللي أكلتهم القطط والكلاب، نهشوا لحوم الأطفال، تحللوا، القصف في المستشفيات، قصف النساء والشيوخ والشباب، وتدمير بيوت المسلمين في غزة. ويتحدث عن هذا ولم ينطق بكلمة واحدة ضد الصهاينة. بالله عليكم، وأنا راضي حتى أتباع الفايد قبل الناس اللي يتبعوا قناتي، بالله عليكم هل هذا الكلام يقوله عاقل في هذا التوقيت، في هذا الوقت الحرج؟ يا جماعة سيبنا إحنا من الخلافات الفكرية وكذا، أنا مختلف مع فلان نرد بنقصف بعض ونقول كلام ونشتد على بعض. إنك تقول إن هم التيار الوحيد في العالم الذي يقتل ويفسد وكذا، وين الصهاينة يا محمد الفايد؟ زي ما قلت لكم أنا رحت مش مصدق إنه يقول هذا الكلام. يا جماعة هذا فيديو قديم، ربما كان بيتكلم عليهم من سنين، أو لما كان أحداث معينة، تفجيرات مثلا نسبت للمسلمين أو السلفية. دخلت وجدت الفيديو من قبل 5 أيام فقط. أهو الفيديو، أهو اسمه زعم الكهنوت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم التهنئة بالسنة الجديدة. طبعا طالع فيديو كامل يريد أن يقول يجب أن نهنئ اليهود والنصارى بالسنة الجديدة. اليهود والنصارى الآن يدعمون قتل المسلمين. اسمعوا ماذا يقول. ولأنه هو الآن الذي بقي على وجه الأرض يفسد ويقتل وينشر الرعب والإرهاب يعني في العالم، فقط هو اللي بقى. تخيلوا هذا الكلام عندما يقال في هذا التوقيت. لا يوجد تفسير واحد لهذا الكلام الذي قاله هذا الفاسد الفاجر الصهيوني إلا محاولة إبعاد الإجرام عن الكيان الصهيوني. في هذا الوقت يا جماعة والله مرة أخرى الخلاف الفكري هو يختلف مع السلفيين، السلفيين يردوا عليه. وعلى فكرة بالمناسبة يعني هذه الحلقة رد عليها أحد المشايخ أيضا، الشيخ أبو يونس محمد الفرعاني، وهو أحد مشايخ المغرب السلفية، رد عليه في هذا الفيديو، فيديو طويل رد عليه في هذا الموضوع. فما في مشكلة، اختلف معهم فكريا وقل أنهم أخطأوا في المسألة الفقهية الفلانية، ولكن هل يوجد عاقل يتبع كلام هذا الشخص المطلق الذي يقول فيه إنه لا يوجد في العالم الآن من يقتل ويفسد إلا السلفيين؟ فين وين المكان؟ اعطينا أماكن، اعطينا أمثلة في أي دولة يا رجل. إحنا المسلمين في كل مكان في الأمر يذبحون، في فلسطين يذبحون، في سوريا وفي العراق وفي تركستان الشرقية وفي في مناطق الاحتلال أيضا في ميانمار وفي غيرها والهند. في أوروبا يسرقون أطفال المسلمين ويقتلون شباب المسلمين. وين السلفيين اللي أنت تتكلم عنهم اللي يقتلون الناس؟ يا رجل يقولون لك هنا في هذه الأخبار إنه هذه أكثر الحروب دموية في 3 أشهر فقط، 22,000 قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين، وعندك 1,900,000 شخص مشرد الآن في العراء، ثم تتحدث عن الإرهاب السلفي وإن هم الوحيدين على وجه الأرض. والله من يقول هذا الكلام هو يخدم العدو لا يخدم، هو متآمر وهو يتلاعب بالناس ويبعد الشبهة عن الكيان الصهيوني. أنا قلت أدخل قناته أبحث، والله يمكن يتكلم عن الإجرام الصهيوني في غزة، لم أجد له كلمة واحدة في الحديث عن الإجرام الصهيوني وعن نصرة أهل غزة ووجوب الوقوف معهم وأي شيء، لا يوجد. الرجل خلاص مشروع الحالي، حتى أوقف الكلام في التغذية، أصبح كلامه الوحيد هو كيفية الطعن في أحكام الإسلام وفي القرآن، ويضرب القرآن بالسنة وينكر السنة ويطعن في الأئمة والعلماء. بعض الناس يقولون لي يا أخي هو يرد على الكهنوت وكذا والسلفية المعاصرة وكذا. يبعث لي على فكرة، أنا لي متابعين كثر من المغرب، في ناس يتأثرون بهذا الشخص أحيانا، فأنا عاوز بس أقول لهم اهدوا شوية. هذا الرجل يخدم الرواية الصهيونية. اسمعوا هذا الكلام وهتعرفوا في هذه الفيديوهات. يعني على سبيل المثال تعالوا نشوف ماذا يقول عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، وهو الصحابي الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ماذا يقول عنه؟ ماذا يقول عن أحمد بن حنبل؟ ماذا يقول عن البخاري ومسلم؟ اسمعوا يا مسلمين، اسمعوا يا جماعة. الناس اللي يقول لك والله هو بيرد على الكهنوت، أي كهنوت يا ابني؟ هو بيطعن في الصحابة. وعبد الله بن عباس من المتشددين في فقه المرأة. عبد الله بن عباس من المتشددين في فقه المرأة، وانت بقى من المتساهلين، انت اللي جيت سهلت على المرأة خلاع الحجاب ومش عارف ايه، ولا يوجد كذا في الإسلام، والوشم مش حرام اسمعوا يا جماعة، يا جماعة
نحن لن نترك هذا الرجل يشوه الجيل، أفضل جيل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، شئنا أم أبينا، أفضل منك بمليار مرة، وأفضل مني ومن كل الذين يسمعون هذا الفيديو. الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه ووقفوا معه وحاربوا معه وتحملوا الصعاب وتلقوا الضربة الأولى من الكفار والمشركين. لولا الله سبحانه وتعالى ثم النبي صلى الله عليه وسلم ثم هؤلاء الصحابة لما كنا أصلا مسلمين. اسمعوا يا جماعة بيقول إيه عن هذا. وعبد الله بن عباس من المتشددين في فقه المرأة. اغسل سنانك الأول. عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، أيوه. وصحابي جليل، نعم، ومن آل البيت، نعم، لكنه متشدد فيما يخص فقه المرأة. يا سلام. أقول رضي الله عنه. ما أنا أقول لك برضو يا دكتور فادي، وأقول لك يا حمار، يا زنديق، يا جاهل، يا دجال. شوفوا بيلعب الناس نفس أسلوب المنافقين. هو ما يقدرش على فكرة، هو لو قال لك أنا أكره الصحابة وأكره آل البيت وأكره كذا ما حد يسمع له. لازم يطلع لك القرآن كده في الحلقة ويقعد يخبط لك عليه، ليس لدينا إلا هذا القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بمثل هذا، وأنه سيأتي من بعده أشخاص يقولون حسبنا كلام الله سبحانه وتعالى، خلاص ما عندنا شيء تاني. نترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بالإسناد الصحيح، ونترك كلام الصحابة الذي جاءنا بالإسناد الصحيح، ونترك كلام العلماء أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبو حنيفة، ونترك آلاف العلماء، وهذا الشخص هو الذي جاء ليصحح الدين في هذا القرن. الرجل، الناس مفكرين يا جماعة، والله واحد بيقول لي هو بيتكلم على الكهنوت، الناس اللي هم الشيوخ اللي أساءوا للدين حاليا، يا ابن الحلال ده مش عاجبه الصحابة، ده مش عاجبه عبد الله بن عباس أقرب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم والذي تربى مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عنه أنه متشدد. يعني المشكلة مش مع شيخ سلفي ولا كذا، مشكلته مع الصحابة. اسمع كمان، كمل. أحمد بن حنبل متشدد 5 نجوم. كهنوت يعني فرست كلاس. أحمد بن حنبل متشدد وكهنوت فرست كلاس. يا جماعة أحمد بن حنبل ده مش من جماعة السلفية المعاصرة. الناس اللي مغيبين مفكرين هذا الشخص يحارب الأفكار الخاطئة. هذا الرجل يحارب الإسلام، أصل الإسلام، منبع الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نأخذ بكلامه، لأنه كلام هذا مش موجود خرافات وخزعبلات. ولا نأخذ بكلام الصحابة، وعبد الله بن عباس متشدد، والصحابة دول كانوا مجموعة من قطاع الطرق، هتسمعوا بعد شوية. والمهدي من جرة أخلاقه أحسن من أرقى من أخلاق الصحابة. وبعدين يا جماعة، الناس اللي بيسمعوا لهذا الشخص، هذا الرجل يهدم الإسلام من داخله. والله يا جماعة أنا أستغرب من أتباع هذا الرجل، هدول يتبعوا هذا الشخص ويتركون آلاف العلماء والأئمة والصحابة وأهل العلم والفضل الذين عرفوا بالديانة والأخلاق والتخصص، ويتبعون هذا الدجال. والله ما يغدو غلوة في إيد الدجال. إذا جاء الدجال الحقيقي، المسيح الدجال هذا، والله يتبعونه بدون تردد، لا أشك. شوفوا، يقول لك أحمد بن حنبل متشدد. ولا نعترف بهذه الخزعبلات التي رووها الآن في البخاري ومسلم وفي الكتب كلها، يعني في هذا. يا لا يعترف بالبخاري ومسلم ولا هذه الكتب. يا جماعة كذا سقط الإسلام، ما في شيء أصلا. حتى إسناد القرآن وكما وصل إلينا، القرآن وصل إلينا بأكثر من طريقة. هذا يطعن في طريقة نقل القرآن، إحدى الطرق المهمة وهي الإسناد. لكن يا جماعة هذا الرجل لا يأبه لا بصحابة ولا بأئمة ولا بعلماء ولا أي شيء. لا عجبه ابن كثير ولا عجبه القرطبي ولا عجبه أي شيء، وهو إنسان جاهل لا يحسن قراءة القرآن. والله أنا مشفق على أتباعه. أنا والله حزين لما أتفرج أشوفه وهو بيتكلم، وأنزل تحت ألاقي واحد بيقوله جزاك الله خيرا نورتنا يا دكتور، وكنا عايشين في الظلام وأنت. يا والله مصيبة، والله كارثة. هذا أمر يحتاج إلى وقفة، وكل واحد يحذر من هذا المجرم الخبيث الدجال. هذا الرجل لا علاقة له بالإسلام، هذا كافر مرتد. هذا الفايد هذا أنا لا أشك في أنه كافر مدسوس على المسلمين، وأقول هذا الكلام وانقلوها عني. محمد الفايد كافر مرتد مدسوس على المسلمين، وهو أخطر من الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي معروف كفره، لكن هذا الشخص يخرج لك في الحلقة ويطلع لك المصحف، يقول لك هذا المصحف أنا لا أخذ إلا بهذا المصحف. مين اللي نقل لك هذا المصحف؟ نزل عليك من السماء؟
ولا نقله لك الصحابة من بعدهم الأئمة القراء والعلماء ثم الفقهاء ثم إلى يومنا هذا؟ ما هذا العبث يا جماعة؟ والله لن يترك هذا الشخص ولن أترك هذا الشخص، لن أترك محمد الفايد هذا من هذا اليوم إن شاء الله، لن أترك هذا الخبيث. نعم أشغلنا عن أحداث غزة، لكنه يخدم الصهاينة الآن. نحن نرد الآن، نحن علمنا الآن من الذي يشغل محمد الفايد. محمد الفايد لم يهاجم الصهاينة يا جماعة ولا مرة من أحداث 7 أكتوبر. هل هذا معقول؟ هل الرجل لم يصله الخبر إلى الآن؟ لم يسمع؟ لم يفتح التلفاز؟ لا يفتح الإنترنت ولا أي شيء؟ خلاص عايش في جزيرة، يمكن كان في الجزيرة هذه اللي كانوا بيرتكبوا فيها الجنس مع الأطفال، يمكن. مش معقول ما في واحد على وجه الأرض. الصهاينة تابوا وأسلموا، بعض اليهود دخلوا في الإسلام، النصارى بسبب أحداث غزة، وهذا ساكت وجالس يطعن في القرآن والإسلام، والناس نازلين يطبلوا له شكرا يا دكتور الفايد نورتنا. طب وفين يا جماعة هموم الأمة؟ هناك فئة من المسلمين اعتبروهم مش مسلمين، حتى لو كانوا غير مسلمين لازم نتكلم عنهم. والله هذه الإبادة اللي بتحصل في أهل غزة لو وقعت في شعب آخر غير مسلم لتحدثنا عنها وعن الإجرام اللي بيحصل فيها. اسألوا أنفسكم لماذا لا يتحدث هذا الرجل عن الصهاينة ويأتي الآن ويقول إن الإرهاب الوحيد الموجود في الأرض، ركزوا حتى لا يقول أحد أني أتقول عليه، يقول الإرهاب الوحيد في العالم. ركزوا يا جماعة اسمعوا. لأنه هو الآن الذي بقي على وجه الأرض يفسد ويقتل وينشر الرعب والإرهاب يعني في العالم فقط، فهو اللي بقى. هذه شهادة براءة للكيان الصهيوني. طب قول هم والصهاينة مثلا، والله عادي ممكن نقول ان انت بقى خلاص يعني ما في يا جماعة. والله انا لم اصدق اول ما سمعت هذا الكلام، اخ بعته لي على تويتر قلت له مش معقول جديد هذا الكلام بعد احداث غزة. اي نعم، امتى؟ من 5 أيام. 5 أيام نعم، في رأس السنة، وطالع يقول للناس لازم نهني اليهود والنصارى، والذين لا يهنون اليهود والنصارى فهؤلاء طبعا متشددين وشوهوا الإسلام وكذا. يا رجل كبرت الموضوع. ولذلك أنا يعني هذا الشخص، لا يا جماعة، هذا الشخص يعمل لأجندة واضحة وهي تشويه المسلمين وتشويه الإسلام. هو يتهم السلفيين بتشويه الإسلام، وإنت إيش اللي بتعمله الآن؟ هو أنا أسألكم سؤال يا جماعة، لما واحد يقول هذا الكلام عن عبد الله بن عباس ويقول عنه متشدد، ولما يقول عن أحمد بن حنبل متشدد، ولما يقول أنا لا أعترف بخزعبلات البخاري ومسلم، هذا يخدم من؟ يخدم الإسلام؟ حقيقة هل في واحد عاقل يقول هذا الكلام؟ ماذا بقي لنا؟ اسمعوا ماذا يقول عن الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة الذين خرجوا وتركوا أموالهم لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عنهم كلام والله كلام خطير. اسمعوا هذا الكلام. تصوروا لو كان الناس مثلا في شبه جزيرة العرب، لو كان الناس أغنياء بالمستوى اللي هم عليه الآن، يعني مال البترول والذهب، لما نزل الوحي لو كان مثلا شبه جزيرة العرب فيها غنى مثل الغنى التي هو الآن، تظنون كان الناس يخرجون للجهاد ويحبون الموت؟ تظنون؟ أنا لا أظن. هو يسأل الناس ثم يجيب عن هذا السؤال يقول لا أظن أن ذلك يحدث. يعني إيه؟ لما نزل الوحي يقول لما نزل الوحي أي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الصحابة أغنياء، لو كان الناس اللي هم مين اللي كانوا الناس دول يا جماعة؟ الصحابة، المسلمين اللي حول النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. لو كانوا أغنياء لما خرجوا للجهاد، إذن هم مرتزقة والعياذ بالله، لأنهم فقراء خرجوا عشان الجهاد في سبيل الله. أبو بكر الصديق الذي أنفق ماله لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب كان من الأغنياء، عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهم، مئات من الصحابة. هناك من الصحابة من تركوا أموالهم للكفار حتى يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة الكفار طردوه في الصحراء بين مكة والمدينة، وقال له جئتنا صعلوكا لا مال لك، فقال لهم أترك لكم المال وتتركوني؟ فقالوا نعم. قال تركت لكم المال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع يا أبا يحيى. صهيب الرومي على ما أذكر، صحابي جليل. يأتي هذا ويقول لو كانوا أغنياء لما خرجوا للجهاد بكل بساطة، وهو جالس وفي ناس قاعدة تسمع له وبتقول والله ده بينورنا. بينورك يا ابني، ده بيظلم عقلك، ده بيطعن في أهم فئة من الفئات التي جاءت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل يوم الدين ينقص. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كمل الدين، وفي عهد الصحابة
يعني أقل بقليل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك التابعين، ثم إلى يومنا هذا الآن صرنا الآن يطعنون في الحجاب وفي الصلاة وفي كل شيء، والحائض تصوم وما فيش ربا وما فيش والوشم حلال وكل شيء حلال، حلل كل شيء هذا الشخص وهو غير متخصص. يقول لك أنا الوحيد الذي يعلم، يعني هو هسمعكم بعد شوية، لكن أسألكم بالله سواء كنتم أتباع هذا الزنديق الفاجر، أتباع محمد الفايد، أفيقوا من هذه الغفلة. هل يعقل أن أحد يتبع هذا الدجال على هذا الكلام؟ هذا طعن في الإسلام بالكامل بالكلية، طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو طعن في القرآن. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن هؤلاء، الله سبحانه وتعالى رضي عنهم في القرآن الكريم الذي يقول أنا لا أقبل إلا بالقرآن. الله سبحانه وتعالى رضي عنهم، وهذا الشخص يقول أنهم كانوا مرتزقة، لم يجاهدوا إلا من أجل المال، ولو كان لديهم المال لما خرجوا في سبيل الله. فسروها لي. تخيل أنت تروح تصلي فواحد يقول إيه؟ لو كان هذا الشخص لديه المال لما ذهب للصلاة، فيقولوا عليه مرائي، رايح عشان يبحث عن الفلوس، أو رايح عشان الناس يقولوا عليه بيصلي. هكذا يتكلم عن الصحابة، وله إساءات كثيرة في الصحابة رضي الله عنهم. إياكم أن تخدعوا. هذه حلقة تأسيسية بالمناسبة مش محسوبة. اللي فعلا أفزعني المقطع الذي يقول فيه إن الجماعة السلفيين هم الإرهاب الوحيد على وجه الأرض الآن. والله شيء غريب، والله كلام لا يقوله عاقل، لم يقله لا يهودي ولا نصراني، حتى الصهاينة نفسهم ما قالوش هذا الكلام. وين هذا؟ السلفيين وين؟ مقهورين في كل مكان. وين السلفيين اللي يقتلوا الناس في العالم دول؟ وين الإرهاب اللي أنت تتكلم عنه يا رجل؟ ألم ترى القنابل الأمريكية التي تسقط على رؤوس أهل غزة؟ ألم ترى الحكومات الغربية تؤيد الكيان الصهيوني في حرب غزة؟ يا جماعة شوفوا هذا يعني أنا بس عايز أسمع الناس هذا الكلام. الرئيس وزير الدفاع الصهيوني لما تحدث عن حصار أهل غزة ماذا قال؟ اسمعوا ماذا قال، اسمعوا. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. تخيلوا يقول نحن قطعنا عنهم الكهرباء والوقود وكل شيء، نحن نتعامل معهم كحيوانات. اسمعوا بقى محمد الفايد كيف يتحدث عن العرب والمسلمين. يتحدث عن نفسه فقط، أنا أقول يتحدث عن نفسه وعن أتباعه، لا يتحدث عني ولا يمثلني ولا يمثل كل الناس اللي الأحرار في العالم. اسمعوا ماذا يقول. الإنسان الأوروبي والأمريكي أرقى منا أخلاقا، أرقى منا أخلاقا. يا عباد الله أمتنا راه فيها جميع المصائب. بالله عليكم هل نحن أمة الآن تستحق أن تكون فوق الأرض بهذه الأخلاق؟ نحن لازلنا نقترب من الإنسان. اسمعوا هذا الكلام ده ما ينفعش يمر يا جماعة. نحن لازلنا نقترب من الإنسان، يعني احنا حيوانات لسه ما حصلناش على الإنسان. لازلنا نقترب من الإنسان، احنا غير بنو عم الإنسان. أما الإنسان روالي في أوروبا وأمريكا، هذا هو الإنسان الحقيقي. نحن نلخمين بخيوط أدم. يا عباد الله راه ما عندنا والو في هذه البلدان، يا عباد الله راه هذه البلدان راه ما عندها والو، يا عباد الله هذه البلدان راه ما عندها والو. هذه البلدان هذه راه حفريات، هادو راه بنو عم الإنسان. هذه البلدان هذه نحن نلخمين بخيوط أدم. هذه البلدان هذه اللي كيسموها بلدان الكفار وبلدان العلمانيين وبلدان هذه، ولكنها ناجحة. إيه لكنها ناجحة في قتل الناس، ناجحة في ذبح الناس يا محمد الفايد. هذه البلاد ناجحة فعلا، نجحت بالفعل، نجحت في قتل آلاف البشر، ملايين. تعرف كم واحد قتلتهم أمريكا التي تمدحها أنت الآن؟ ها؟ كم واحد قتلتها أمريكا يا عشاب يا دجال؟ كم واحد؟ في العراق فقط 1,700,000 شخص، 1,700,000 شخص قتلتهم أمريكا في العراق وحدها. ثم يأتي ويقول إن هم أرقى منا أخلاقا، وإن إحنا بنو عم الإنسان، وإنه إحنا ما حصلناش الإنسان. عرفتم مين بقى اللي بيخدم الصهاينة؟ هذا الكلام يخرج من إنسان عاقل؟ والله لا يخرج من إنسان عاقل. مش هطول عليكم، اسمعوا هذا العجب، الإعجاب بالنفس، هذا وصل إلى حد والله هذا الكلام جنون. ماذا يقول؟ شوفوا بيقول لك إيه. معلومات فايد لا توجد عند أحد يا كذاب، وشوف العالم كله اذهب ابحث. معلومات فايد، نصائح فايد لا توجد عند أمريكي ولا روسي ولا ألماني ولا كوري. والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. لا زلت أقولها، أنا أعلم ما أقول، أعلم ما أعلم.
ده انت مسخرة. معلومات الدكتور محمد فايد لا توجد عند أحد، توجد عند الدكتور محمد فايد. يا كذاب. هذا هو اللي اسمه باللغة العربية التواضع. والله ضحكتني وأنا مش عاوز أضحك، لأن الحلقة هذه والله فعلا أنا بدأتها فعلا كنت غاضب جدا، ولكن هذا الإنسان فكاهي لدرجة كبيرة جدا أنه يتكلم بهذا الكلام. هذا الكلام لا يقوله عاقل، لا يوجد إنسان. الإنسان يا جماعة مهما تعلم يبقى يحتاج إلى العلم إلى أن يموت، وأول ما الإنسان يقول أنه علم وأصبح عالم ولا أحد على وجه الأرض يعلم ما عندي، هذا الإنسان يعرف أنه هو مصاب عنده مشاكل في العقل، عنده مشاكل عقلية حرفيا، هذا جن. هو صدق نفسه لأنه في ناس بيطبلوا له. أنا عاوز أقول أكثر ناس سيحاسبون مع محمد الفايد هم أتباعه الذين يطبلون له في التعليقات. والله ستحاسبون على هذا الطعن. بالله عليكم، هل هذا الكلام يخدم الإسلام والمسلمين؟ مين اللي بيشوه الإسلام والمسلمين؟ من الذي يقول عبد الله بن عباس متشدد؟ طبعا هو لو فتح له المجال قريبا سيتحدث عن أبو بكر الصديق وعن عمر بن الخطاب، بس هو طبعا الموضوع محتاج تدرج، وسيطعن في القرآن نفسه. مش هو يقول لك القرآن فقط، والله وبالله وتالله إن طبعا عاش ممكن يموت هذا، لكن هذا الشخص لو عشنا واستمر في هذا المنهج وفي هذا الأمر والله لا يطعن بالقرآن نفسه، ولكن الأمر يحتاج إلى تدرج. وساعتها وفي هذا التوقيت الذين ضلوا بسببه للأسف لن يرجعوا، لأنهم خلاص تشربوا الشبهات. نفس الكلام اللي حصل مع الملحد الشهير الأخ الذي أسلم بفضل الله سبحانه وتعالى، اللي هو اسمه إيه يا جماعة؟ الأخ اللي اسمه سراج حياني اللي عاد للإسلام. الجماعة اللي هم أتباعه اللي هو أضلهم، أسأل الله أن يغفر له، وهو تاب إلى الله وإن شاء الله ربنا يغفر له، لكن اللي هو أضلهم يقولوا له تحت لا إحنا خلاص إحنا اقتنعنا بالشبهات اللي أنت قلتها. وكذلك الذي يفعله محمد الفايد الآن، أتباعه الذين اتبعوه في هذا الأمر، غدا سترون أن محمد الفايد سينقلب على القرآن كما انقلب على السنة، كما انقلب على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يتاجر بها في حلقاته. أنتوا مفكرين أن أنا ما أعرفش محمد الفايد؟ هو كان يتابعني أصلا، محمد الفايد كان يتابع قناتي، وكنت أحيانا أبص على بعض الفيديوهات، كان يعمل حلقة أسبوعية عن السنة النبوية واستخلاص الأشياء، وهذه السنة فيها كل شيء والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بكل شيء. ثم خرج وضحك على أتباعه وقال أنه كان يعني يعتقد بهذه المعتقدات الحالية من زمان، ولكنه لا يستطيع أن يفصح عنها، يعني كان منافق. لذلك جمع آلاف ولا ملايين المتابعين، والآن قال خلاص يا جماعة القناة هذه خصصناها للحرب الفكرية، للحرب على الإسلام. طبعا والله خلاص بانت الخطة هي نعمل قناة للتغذية، والناس والستات والرجالة وكل الناس بتهتم بموضوع الأكل والتغذية. ولما جاءت أزمة أحداث الجائحة يعني خرج وبرز، وبعدين لما هجم عليه العلمانيين المشايخ والدعاة والسلفيين اللي هو بيهاجمهم دول وقفوا معه ضد هؤلاء. ثم بعد ذلك انقلب، الله أعلم إيه اللي حصل له بقى، مش عاوزين ندخل في النوايا. وطبعا المعطاوي كشفه وغيره. خلي بالكم من موضوع أم أريج، القصة دي لسه هنكمل معاها إن شاء الله. فعايز أقول لكم أنا والله من هذا الفيديو، وأنا هذا فيديو تأسيسي، هذا الرجل مجرم فاسد لا علاقة له بالإسلام، وهو طاعن في الإسلام ويشوه الإسلام ويسقط الصحابة ويطعن في العرب وفي المسلمين ويزكي الكفار ويقول عنهم أرقى منا. مين مسلم يقول هذا الكلام؟ هذا هو الدفاع عن الإسلام؟ مش الدفاع عن الإسلام ان انت تروح تقول ان المسلمين أسوأ من الكفار، مش تروح تقول الكفار الذين جاءوا بالشذوذ والانحلال، الذين جاءوا بالسرطانات. مش انت بتقول ان الأغذية الموجودة في الأسواق هذه مين اللي صنع؟ مين اللي عمل الرأسمالية؟ من الذي اخترع الرأسمالية والوجبات السريعة والأمور هذه وأدخلها في بلادنا قسرا؟ من الذي اخترع الإباحية؟ من الذي اخترع القنبلة الذرية؟ من الذي قصف اليابان بالقنبلة النووية؟ من الذي قصف ألمانيا واغتصب آلاف النساء في ألمانيا؟ من الذي قتل ملايين الناس في الحرب العالمية الأولى والثانية؟ من الذي قتل الملايين في العراق وفي سوريا وفي الصومال وفي اليمن وفي كل مكان؟ من الذي يقتل الناس الآن في غزة بدعم أمريكي وغربي؟ من الذي يقتل المسلمين في ميانمار بدعم أمريكي ودعم غربي؟ من يا رجل؟ ولسه طبعا القائمة طويلة عشان بس الناس ما تقوليش نسيت المدينة الفلانية ولا البلد الفلاني. هو ده الحضارة والتقدم والرقي؟
ولا انت خلاص عشان اخترع لك الموبايل ولا اخترع لك الكمبيوتر ولا هل هذا يفيد اصلا؟ اين هي الاخلاق يا رجل؟ اخلاق الشذوذ والزنا والدعارة والفساد الاخلاقي والجرائم التي تنتشر بينهم والامراض النفسية والتحول الجنسي. اخبرني يا رجل، اعطيني ايش الاخلاق اللي انت تتكلم عنها يا مجرم يا دجال يا فاسد. نحن لك بالمرصاد يا محمد الفايد. نعم، لن أترك هذا الشخص. هذا الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، بل يطعن في القرآن الذي أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه؟ الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وله كلام وله سنن وله أفعال وله تصرفات؟ كيف نعرف هذه السنن وهذه التصرفات وهذه الأقوال للنبي صلى الله عليه وسلم بدون السنة النبوية؟ الموضوع سيطول طبعا، ولنا وقفات مع محمد الفايد هذا الدجال الفاسد المجرم. وبلغوا عني، محمد الفايد لا علاقة له بالإسلام. هذا الرجل أخطر من الكافر الأصلي، وهو منافق دجال زنديق. هذا ما عندي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أنتهي يا جماعة، في مقطع أنا ما عرضتوش عشان الناس اللي بيقولوا أنه هو بيحارب الكهنوت. مرة أخرى محمد الفايد يحارب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. اسمعوا هذا الكلام، معلش. شيء غريب والله، شيء غريب. ستبقى هذه القناة إن شاء الله حتى تفضح جميع المصائب في مجتمعاتنا، إن كانت على مستوى العقيدة أو على مستوى العلوم. إن شاء الله ستفضح، وأنا وعدتكم بأنها ستفضح، ولن أتراجع إن شاء الله حتى يظهر الحق. عشنا 14 قرن في الظلام، حان الوقت كي نعيش في الصفاء. 14 قرن في الظلام يا جماعة، يعني هذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا الآن الأمة كلها ضلت هذه المدة الطويلة، ومحمد الفايد هو الذي جاء ليصلح هذه الأمة. هذا هو الدجال، ما في غيره، لا يوجد غير ذلك. الأمم تتمسك بعلمائها وأئمتها وجميع الأشخاص الذين كتبوا لخدمة هذا الدين. هذا الرجل ينسف كل هذه المجهودات. يقول لك من 1400 سنة، فهو لا يحارب العلماء السلفية المعاصرة. عندهم أخطاء، نعم، عندهم مشاكل فكرية في بعض الأحيان، بعض الأشخاص، نعم، في كل اتجاه وفي كل تيار. اختلف معهم وتكلم، لكن تقول انهم التيار الوحيد اللي على وجه الأرض اللي بيقتل ويفسد وخلاص الصهاينة دول أبرياء، والأمريكان والفرنسيين والإيطاليين. يا رجل أنت تعرف إيش عملوا الإيطاليين والفرنسيين في شمال إفريقيا؟ يا رجل ما تعرف؟ نسيت؟ هذا كلام خطير جدا. كلام اللي انتم سمعتوه هذا 1400 سنة، والله هذا الكلام طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة. وهذا هو الدجال بعينه الذي يأتي ويقول للناس اتركوا عنكم البخاري ومسلم وأحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي، أنا أفهم منهم وأنا أفقه من ابن كثير ومن القرطبي ومن الطبري ومن كل هؤلاء العلماء، حتى الصحابة، حتى عبد الله بن عباس. هذا متشدد. وأنا يا جماعة يا نساء، وعلى فكرة هذا الكلام بيدخل على بعض النسوان، مرة كده مثلا عندها مشكلة مع الحجاب، خانقها، حاسة كده ان هي مقيدة بالحجاب، فتقول لك والله فعلا الدكتور محمد الفايد نورني، اخلعي يا بنت الحجاب، ورينا شعرك، ورينا رجليك يا بنت، ما هو فيش حاجة بقى، ما عادش فيه ضوابط في الملابس، ورينا رجليك ورينا صدرك. خلاص الوشم، اروح ادق بقى الوشم، واو دكتور محمد الفايد حلال الوشم يا جماعة، يلا اروح اعمل حواجبي واعمل مش عارف ايه واحط مونيكير والله فعلا في ناس بتدور على واحد يبرر لهم هذا الامر، بس كانوا حاسين انه لا، النصوص الشرعية قوية وواضحة، فجالهم هذا الدجال بطريقة مغلفة القرآن، ولا يوجد شيء في القرآن يقول كذا وكذا وكذا وكذا. وهذه هي اللعبة التي يدخل بها على الناس، يتلاعب بعقول بعض النساء. لا يوجد امرأة عاقلة تتبع مثل هذا الدجال. مش معقول يا جماعة يأتيني واحد يهودي ولا واحد نصراني يندس على المسلمين ويخرج يقول أقوال تعجب بعض السفهاء فنتبعه. هذا الرجل مدسوس على الإسلام والمسلمين، وأقول هذا الكلام وأنا مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى. محمد الفايد الآن يعمل لحساب الصهاينة وأعداء الأمة، هذا الكلام ما هو إلا خدمة لأعداء الأمة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على المشاهدة، ويرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. شؤون إسلامية لنصرة قضايا الأمة.